ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا النهارده نعمل مع بعض الكبده الاسكندراني بطريقه حلوه جدا، وهي طريقه المحلات او عربيات الكبده اللي في الشارع. وعلى فكره سر الكبده اللي في الشارع مش بيحط حاجه مختلفه عن اللي احنا بنحطها. هي السر بيحط ايه قبل ايه؟ تعالي اقولك السر دوت. بس قبل ما ندخل الفيديو حابه اطلب منك انك تعملي لايك وشير واشتراك في القناه، وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. اول حاجه معايا نص كيلو كبده، هحط عليها الخل عشان ينزل الدم من الكبده. بصوا بقى، اول ما حطيت الخل اللون بقى فاتح ازاي بتاع الكبده. هسيبها بقى دقيقتين تنزل كل الدم اللي فيها، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. ده الفلفل الاخضر اللي هحطه على الكبده. وهنا كنت محضره 5 فصوص من الثوم. في طاسه على النار فيها زيت ساخن بحط الكبده اول حاجه في الطاسه. هشوح بقى الكبده دي كويس جدا لحد لونها كله ما يبقى لون واحد. قلبيها كويس وايدك فيها تمام. واهم حاجه ان النار تبقى عاليه. كده الكبده اتشوحت حلو قوي، احط بقى الثوم. وهنا حطيت الكمون والكزبرة. وهحط لها رشة من الفلفل الأسمر. هديهم بقى تقليبة كده، هتبدأ بقى ريحة الكبدة تطلع. كل ده على نار عالية، ما هوتش النار عشان ما تنزلش ميتها وتجلد مننا. تمام كده. تقلبتين كمان، وهحط الفلفل آخر حاجة عشان يفضل محتفظ بلونه. وهحط بقى هنا الفلفل الأخضر. هنا حطينا الفلفل، وهقلب بقى تقلبتين وهشيله من على النار. وهنا كمية الفلفل الاخضر انتي تتحكمي فيها يعني، وممكن برضو لو عايزاها حامية شوية هنحرقها. تمام كده، هنديها تقلبتين. الكبدة مش بتاخد اكتر من 10 دقايق على النار عشان ما تجلدش معانا. حطيت لها كمان رشة من الملح، وهديها كمان تقلبتين. هنا بقى الكبدة ما شاء الله استوت، وما خدتش معايا 10 دقايق بس على النار عشان ما تجلدش مننا، وتفضل محتفظة بالسوائل اللي فيها. بجد طعمها حلو قوي. اهم حاجة بس تلتزمي بالخطوات دي، وهي هتطلع نفس كبدة المحلات نفس كبدة عربيات الشارع اللي بنشوفها برا. ومع ليمون بقى هتبقى حلوة قوي. جربيها وقوليلي رأيك في الكومنتات، ولايك وشير لو عجبك الفيديو.